اليوم الترويقة صورت لكم اياها، عن جد اذا بتتعودوا عليها رح تبطلوا تقدروا توقفوها. صحية ومفيدة وبتشبع. ترويقتي اللي دايما بحضرها بنفس الطريقة: ملعقة شيا سيد، هاي صارت ملعقة من زبدة الفول السوداني. هلا انا عادة ما بعير الحليب، بس هلا لانه عم صورها رح عير، وحط نص الركوة فوق النص بشوي، ورح سخنهم مع بعض. كباية من حبوب الشوفان، وهيدا الحليب بعد ما سخن ودابت الزبدة بقلبه، زبدة الفول السوداني، بنحطه فوق الشوفان. تحسوه سمك شوي من الشيا سيدز. أنا عندي اليوم ستروبري، عندي نجاص، ورح حط موز. بستعمل هيدي لشيل قلب النجاصة من جوا. هلا هيدي صغيرة رح استعملها من ثاني جهة. الصحن صار جاهز انه نزينه. وبس يكون عندي جريك يوغرت بحط ملعقة كبيرة كمان حد الفويقة. أهم شي إنه بحط من العسل اللي قطفته فوقهم. هيك صار عندي طبقة الشوفان تحت من دون عسل، وطبقة الفواكه من فوق مع عسل. وأكيد لوز. تحت رح تكون الوجبة الأساسية اللي هي الشوفان مع الحليب والشيا سيدز وزبدة الفول السوداني، وفوقها الفواكه والعسل والجريك يوغرت. هلا الجريك يوغرت منه اساسي بس كتير طيب معه.